السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق. مرحبا سعادة الفريق. مرحبا بك. في الحلقة الماضية توقفنا عند يوم 8 يونيو 1967، حيث كانت قواتك آخر القوات المسلحة أو آخر مجموعة في القوات المسلحة المصرية التي كلفت بالانسحاب من سيناء. كيف كانت عملية الانسحاب؟ وكيف استطعت أن تحافظ على قواتك طوال تلك الفترة، ثم كبدت خسائر قبيل عملية الانتقال من غرب القناة إلى شرقها؟ كما سبق أن قلت، خسائري كلها كانت خلال يوم 8 بواسطة الطيران، وبالذات في المسافة اعتبارا من حوالي 90 كيلو متر إلى 100 كيلو متر شرق الإسماعيلية، إلى أن عبرت قناة السويس في منطقة الإسماعيلية. كم تقريبا عدد الدبابات التي خسرتها الشهداء؟ يعني تقدر تقول الخسائر كلها على بعضها يمكن حوالي 15 إلى 20%، ولكن النوعيات تختلف. يعني الدبابات كانت هي اللي بتتحمل الخسائر الأكبر، لأن الطيران بينتقي ايه اللي يضربه، فكان بيصطاد الدبابات الأول. فيمكن الدبابات الخسائر بتاعتي فيها يمكن أكثر من 80%، يعني طبعا، لأن التركيز كله على ايه؟ بيضرب على الدبابات. إنما المجموع كله على بعضه حوالي ما بين 15 إلى 20%. كيف كان شكل سيناء وأنت يعني جئتها من أقصى نقطة، ربما دخلت إلى فلسطين وانسحبت حتى المنطقة الغربية أو حتى غرب القناة؟ شكل فظيع جدا، لأن على طول الطريق دبابات وعربيات محترقة، عربات ذخيرة ما زالت مشتعلة وتنفجر الطلقات في كل الاتجاهات، ناس جرحى مفروض ان احنا بناخدهم معانا اثناء الانسحاب. منظر سيء جدا، وانا ده برضو المنظر ده يعني تذكرته تماما ايام الحرب العراقية الامريكية في اثناء الانسحاب بتاعهم من الكويت. والمنظر اللي شفته في التلفزيون بتاع الحرب العراقية الامريكية كان افظع من اللي انا شفته في سيناء، لان احنا كانت القوات اللي موجودة عندنا في سيناء مثلا عبارة عن حوالي 80,000 كلها مثلا، وبتنسحب على 3 محاور، في حين ان مثلا ايام الحرب العراقية الامريكية كانت القوات اكثر من هذا بكثير، يمكن 400,000 او اكثر ينسحبوا من طريق واحد وبينسحبوا على محور واحد. فبقيت متخيل المأساة التي ممكن ان تحصل، لان الطيران بيحصل ايه؟ بيجي على المحور وبيضرب قدام وبيضرب ورا، الطريق بيتسد، اللي بيجي عربية سليمة او دبابة سليمة مش قادرة تتحرك، لا كده ولا كده ولا يمين ولا شمال. فطبعا المنظر ده انا شفته بطريق مصغر في سيناء، وتخيلت كيف يمكن ان يحدث في الحرب العراقية الامريكية. ولكن هذا انا خدت منه درس. ايه ما هو الدرس؟ الدرس هو تأثير القوات الجوية على القوات البرية في حالة عدم وجود غطاء جوي او دفاع جوي متحرك. وعلى ذلك فلسفة الخطة في حرب 6 أكتوبر كانت أساسا كيف نتحاشى تأثير القوات الجوية المعادية على قواتنا، ونحدث خسائر في القوات البرية الإسرائيلية أكبر خسائر ممكنة. الفريق فوزي أعتقد كان دائما يقول إن أو نقل إلى الرئيس عبد الناصر بأن إذا القوات الجوية الإسرائيلية، الفريق صديق ربما اللي كان نقل لي، أو كان الفريق فوزي، إذا قامت بالضربة الجوية هتكسح، بنفس المفهوم هتكسح القوات المسلحة المصرية. أعتقد أن هذا كلام مبالغ فيه، لأن إحنا قمنا بالضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر وما كسحتش الإسرائيليين ولا حاجة. طب إزاي الإسرائيليين استطاعوا
يعني بالقوة الجوية في حرب 67 إن هم يكسحوا السلاح المصري كما جاء على لسان العسكريين القادة في ذلك الوقت. هذا حقيقي، لأن التفوق الإسرائيلي على التفوق على الموقف المصري في مجال الطيران كان تفوق كبير جدا. وأين الروس ساعة الفريق؟ الروس ما بيحاربوش، ومش مطلوب انهم يحاربوا معاه. ليس كقوات محاربة، وإنما كقوات تمد المصريين بالسلاح كحلفاء لهم في ذلك الوقت ضد الإسرائيليين الذين كانت أمريكا تمدهم بهذه القوة التي ذكرتها. انت بتتكلم على 67 ولا على 67؟ أين السلاح الروسي في حرب 67؟ 67 برضو كان السلاح الروسي لم يأخذ مجراه، ولم نستوعب كميات الأسلحة اللي موجودة عندنا، بالإضافة إلى وجود قوات مصرية كبيرة في اليمن. فلازم نشوف الموقف من جميع جوانبه يعني. طيب الآن صف لنا آخر عبور لقوات مصرية عبرت القناة، وكنت أنت قائد هذه القوات يوم 8 يونيو 67. قبل غروب يوم 8 كنت بقواتي أبدأ العبور إلى الضفة الغربية بما تبقى منها. قلت لك أن الخسائر عندي حوالي 15 ل 20%. نعم. بالإضافة إلى أن هذه النسبة ليست متساوية في جميع الوحدات. الدبابات كانت بتتحمل الجزء الأكبر من الخسائر، لأن العدو كان بينتقي في الضرب الجوي أن هو بيضرب الدبابات في الأول. فبمجرد عبوري كان المهندسين قاعدين منتظريني، يعني على ان انا يعني كان في تنسيق واتصال في تلك الفترة؟ كان في، ما هو تنسيق، وانا قلت لهم بقى طبعا ما هو حصل اتصال اعتبارا من يوم 7 بعد العصر يعني. وحصل بقى فيه اتصال، وبقول لهم ان انا موجود في الحته الفلانيه والكلام ده. هناك ضابط اتصال موجود، فبيقول لي الحمد لله على السلامة، القرار ان القوات بتاعة مجموعة الشاذلي تحل، وكل وحدة تذهب الى الى وحدتها الاصلية. فما بقي من كتيبة الدبابات يروح على لواء الدبابات الذي هو كان تابعه، الصاعقة تروح على صاعقة، كتيبة مشاة تنضم على اللواء بتاعها، وبالتالي انتهت القيادة بتاعتي لهذه القوات. وبقيت في في منطقة القناة لمدة 3 أيام لغاية يوم 10 تقريبا، 10 أو 11 بقود لواء مشاة للدفاع من غرب من غرب القناة. برضو في لواء مشاة كان سريع بقى، يعني محاولة إيقاف أي عبور إسرائيلي يمكن أن عبور الثاني. فكنت بقود لواء مشاة غرب القناة لمنع العدو من أنهم يعبروا. وبعدين يوم 10 أو 11 صدرت، أو بعد كده يمكن بعدها بيوم أو حاجة زي كده، يعني قعدت تقريبا 4 أيام. عينت قائد القوات الخاصة بقى، فنزلت من القناة علشان أقود القوات الخاصة. قبل قيادة القوات الخاصة، احنا الآن نريد أن نقيم حرب 67 من نواحيها المختلفة. بصفتك كنت أحد قادة هذه الحرب، تقييمك إيه للحرب، الأخطاء السياسية والأخطاء العسكرية؟ الأخطاء السياسية نقدر نقول أن ميعاد الحرب، اختيار ميدان الحرب كان خطأ، لأن ليس من الصحيح أن أفتح جبهة تانية، وجبهة تانية مع مين؟ مع إسرائيل، في الوقت اللي جزء كبير من قواتي موجودة في في اليمن. يعني وجود، أيضا نستطيع أن نقول أن دي من سلبيات التواجد المصري في اليمن، في الهزيمة اللي لحقت بالجيش. إذا قلنا إن دي، لا، ما أقدرش يعني أفصل، يعني أخدها كده كلام مطلق بهذا، لا. يعني لو تفادت القيادة السياسية قيام الحرب عام 67 في الوقت